السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. إن شاء الله النهاردة راجعة لكم بفيديو جديد وروتين جديد، ويا رب الروتين النهاردة يعجبكم وتستمتعوا معايا كده وتتشجعوا وكلنا نتشجع مع بعض. حطيلي بقى لايكات كتير على فيديو النهاردة، وما تنسوش بقى تكتبولي كومنتات حلوة كده زيكم، علشان انتوا بجد وحشتوني وكلامكم كده بيديني طاقة ايجابية. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. قبل اي حاجه كده من الاحداث اللي بتحصل دي، عايزين ندعي لاخواتنا في غزه. اللهم انصر اخواتنا وحرر اثارهم واشفي جروحهم يا رب، اللهم امين. احنا لا نملك الا الدعاء، وربنا يتقبل ولا يرد لنا دعاء. ربنا يرحم موتاهم ويصبرهم على اللي هم فيه. هنبدا يومنا النهارده، هنفتح بقى الشبابيك بتاعتنا ونخلي الطاقه كده الايجابيه تدخل. نشغل كمان قران في البيت ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، علشان لو في اي كسل او في اي حاجه كده تروح بقى، ونقوم نشوف اللي ورانا ونتشجع كده ان احنا نعمل ونخلص حتى لو اغلب الحاجات اللي ورانا، عشان نخفف من علينا كل يوم حاجه. انا مش بقول لكم اضغطوا نفسكم كده واعملوا كل الحاجات دي في يوم واحد. انا طبعا ما اشتغلتش كل ده في يوم واحد، ده كان على كذا يوم. حتى لو تلاحظوا كده كان في لقطات كده من اخر روتين انا نزلته. النهارده بقى هنفرش مفارش الشتاء وهنجهز لها بقى من دلوقتي. انا عارفه انه لسه شويه معاكم بقى لاخر شهر 11، بس انا قلت هشجعكم بقى تقوموا تشوفوا اللي وراكم تعملوه، لان الايام بقى بتجري واحنا لسه بقى قاعدين. هتقعدي بقى وتحطي ايدك على خدك وتقولي ايه البيت مكركب، البيت وتقعدي تأجلي بقى النهارده بكره هعمل النهارده ولا بكره. عايزاكم بقى تتشجعوا وتقوموا بقى تخلصوا اللي وراكم. انا هدفي من الفيديو ده، او ان انا بنزل لكم روتين او بنزل لكم حاجه انا بعملها في يومي، ان انا اشجعكم يعني، مش اكتر. مش بس ان انا مثلا اعرض بيتي او ان انا اوريكم انا ايه اللي بعمله في يومي، لا انا عايزاكم انتوا تتشجعوا وتقوموا انتوا كمان تخلصوا اللي وراكم. انا برضو زيكم يعني، ساعات بتجيني فتره كده ان انا كسلانه مش قادره اقوم اعمل اي حاجه في البيت، بس بجد يعني كده لما ممكن اسمع فيديو بس يخليني اقوم كده واتشجع وابقى نشيطه كده، ان انا عايزه اخلص، عايزه اعمل في بيتي مثلا الحاجه دي، عايزه انجز بقى وافرش بقى بدري، لان احنا طبعا في دراسه وفي مدارس، وطبعا ولادنا محتاجين لنا. يعني الفتره اللي جايه دي بقى هندخل بقى في امتحانات على طول، بتلاقي الترم على طول خلص. النهارده بدأنا بكره هتلاقيه خلص. فعايزاكم بقى تقوموا بقى وتخلصوا اللي وراكم بدري بدري كده، عشان تفوقوا لولادكم بقى. طبعا اول حاجه بعملها لو انا ورايا غسيل بشغل الغساله على طول، يعني بلم كده الحاجات اللي انا هغسلها وادخلها الغساله. ممكن بجمعهم من الليل واحطهم في الغساله، وممكن الصبح برضو يعني على حسب. تمام. شغلت الغساله بتاعتي بقى اول ما صحيت، وطبعا غسلت كل المفروشات. يعني زي ما قلت لكم، يعني انا الفيديو ده صورته على كذا يوم. عايزه اقول لكم ان انا هنا في الاوضه دي شلت المفارش اللي هي من تحت دي، يمكن شفتوني وانا بفرشها. المفارش الداخليه، الكفرات بتاعه المراتب غسلتها، وبرضو كفرات المخدات اللي انا عاملاها برضو غسلتها، وبرضو مفرش السفره ومفرش المكتب، المفارش بتاعه الكوميدينات كلها كده لميتها وغسلتها. نفس الكلام برضو في الستاير اللي هي محتاجه تتغسل غسلتها، والسجاد اللي محتاج يتغسل غسلته. يمكن قلت لكم كده في الروتين الاخير اللي نزلته. وهنا بقى انا كنت خلصت بقى مسحت البيت كله بالميه والكلوريكس والجنرال، مسحتهم مسحه كويسه خالص. مسحت تحت السراير وورا السراير كلها كده مسحتها، وورا كل حاجه الخرطوم بقى والجردل، وجبت كل حاجه، ما خليتش بقى في الارض اي ترابايه. ونفضت بقى الستاير من فوق، ونفضت السراير، نفضت يعني كل حاجه. هنا بقى كده كنت بخلص اوضه. انا هنا بدأت بأوضة الاطفال، لان هي اول اوضة في وش الباب، فانا باخد الجزء اللي بره وبعدين بدخل لجوه، بعدين بقى بدخل على الصالة، على اوضه النوم، على حاجة بقى وانا داخله لجوه. يعني لو هتبداي حاولي تبداي بالحاجه اللي في وش الباب، اللي هي يعني واجهه بيتك. صاله مثلا تبداي بيها، اوضه مثلا اول الباب مثلا ابداي بيها كده. يعني في المسح بقى انا مسحت كل البيت مره واحده، يعني باخدت برضو من الاوضه دي على جوه لحد بقى الحمام والمطبخ وكله كده ورا بعض. نفس الكلام برضو في الفرش، فرشت كده، بدأت بالأوضة دي زي ما شفتوا كده، بديت بيها بفرش الكفرات. طبعا انا منفضه الاوضه وملمعاها، يعني ملمعه الخشب كله، ومنفضه بقى الستاير وعامله كل الكلام ده قبل ما امسح. في الفرش بقى كده بدأت بأول حاجة، عملت الكفرات، حطيت الكفرات بتاعت السراير، وبعدين بقى فرشت الملايات وفرشت السجادة. في الأول برضو فرشت برضو مفرش المكتب ومفرش الكومودينة بتاعت الأوضة دي. طبعا انتوا شفتوني وانا بلمهم، غسلتهم طبعا، وبعد كده ايه فرشتهم. هنا بقى بعمل في الستاير. عايزة اقول لكم ان الستاير دي انا كنت حطاها في كيس، عشان كنت واخداها عند الخياطة، عشان فكت لي الطرف اللي هو بتاع الدلايات اللي بيبقى على الجنب اللي هو ده، فكتهولي وبعد كده تنيته
وخيطته تاني، لان الخيوط بتاعتها اغلبها وقعت اتسلتت منه، لو مسكتيها بس كده تلاقيها طلعت معاكي الخيوط دي. ولو انت بتجهزي او انت عروسه مثلا وهتعملي ستاير، حاولي تجيبي الحاجه العمليه اللي ما فيهاش بقى يعني حاجات زي كده فيها خيوط او فيها خرز زي كده، لان مع الغسيل ومره على مره هتلاقيها وقعت، او مثلا العيال شدوها مثلا وقعت منهم، فممكن برضو الخرز اللي فيها ده ممكن حد ياخده يبلعه من الاطفال، فبلاش احسن وكده اروق وكده يعني ارق. شايفين بقى لما شلتها بقت شكلها عامله ازاي، وهتشوفوا برضو بتوع الصاله زيهم لسه موجودين. وهنا بقى كنت خلصت فرش بقى اول اوضه كده اللي هي جنب الباب على طول، ده الباب البراني زي ما انتوا شفتوا، ودي بقى الاوضه اللي جنبه كده على طول. ادي الاوضه اهي خلصنا فرش فيها. حاولوا برضو لو انتي عروسه برضو هتعملي برضو دهانات جديده، خليكي في الوان حياديه والوان ساده خالص للاوضه، علشان تمشي معاها اي طقم سرير. يعني انا مقيده جامد باللون الاورنج او اللون الاصفر في الملايات بتاعه السراير، لان بجد لما بحط اي لون تاني، يعني انا عندي فرش موف بتاع الاوضه طبعا جايباه من جهازي، كان لونه موف، لما بفرشه بحس ان لا الاوضه مكركبه وزحمه وزيطه يعني صعبة خالص مع الدهانات اللي هي في الحيطة دي. فطبعا انتي لو عروسة حاولي تدهني الالوان الكريمي مثلا الابيض، الحاجات دي في الاوض بتاعة النوم، علشان كل ما تفرشي مثلا مفرش سرير كل ما تغيري اللون كده ينطق الاوضة ويبان فيها ويخيل عليها. حتى برضو لو غيرتي السجادة بتاعتك او غيرتي اي حاجة اي مفروشات انتي حباها تخيل عليها. طبعا انا على ايامي من 6-7 سنين كده لما جيت اتجوزت كانت الالوانات دي طالعة موضة، والرسومات اللي على الحيطة وبرضو ان كل حيطه بقى تبقى لون، دي كانت موضه على ايامي. انا فرشت بقى الملايات الاورنج دي، وطبعا هما ملهمش خدوديات ولا مخدات، فانا جبت المخدات والخدوديات بتوع الملايات اللي انا كنت فرشاهم قبل ده، غسلتهم وفرشتهم، لان المفرش الشتوي الموف اللي انا قلت لكم عليه وريته لكم تقريبا اللي هو ده المفرش الكبير اللي معاه المخدات والخدوديات، والمفارش طبعا تقيله وكبيره، فمستنيه بس الشتا تدخل علينا اكتر وافرشه. هو طبعا مش ماشي قوي مع الاوضه، بس هنعمل ايه بقى، هنفرشه وخلاص. هنا بقى كنت دخلت بقى على الصاله، ده بقى الكونسور اللي في وش الباب. انا طبعا نفضت بس ما لمعتش الصاله، هلمعها دلوقتي. انا نفضت ما فيش تراب، بس ايه يعني التلميع ده لازم كده بعد المسح، بحب ادي تلميعه كده في الاخر لو في حاجه يعني عايزه تلمع بملمع أو بملمع الازاز او بالمنظفات بلمع بيها. هنا كده كان في وش الباب، هنا الكونسور ده جنب باب الاوضه كده على طول. تمام، جبت بقى برضو ملمع الخشب ولمعت برضو بيه النيش ده. النيش ده بقى في من فوق كده خالص، هجيبه بقى كده كله بعد ما اخلصه. انا كنت عامله كده جوله في النيش كله، لو حابين تشوفوا الفيديو هتلاقوه عندي على القناه، وهسيبها لكم برضو في علامه الاي اللي هتظهر كده في اخر الفيديو. وعايزه اقول لك برضو لو انتي عروسه وبتجهزي بلاش فكره النيش ده خالص، لانه بجد حاجه مرهقه وحاجه متعبه. فحاولوا بقى تجيبوا الحاجات العمليه، الحاجات اللي انتوا حاسين ان انتوا هتستخدموها جوه المطبخ، بلاش بقى كاسات كتير وكوبايات كتير. انا طبعا علشان ماما جهزتني من بدري فجابت لي يعتبر حاجات كتير، حتى مش عارفه احطها في المطبخ من كتر ما الحاجات كتيره في المطبخ. اي نعم المطبخ بتاعي واسع ومرتاح، بس برضو مش لاقيه للحاجات اللي في النيش دي مكان في المطبخ، فللاسف مش قادره يعني اتصرف فيه او اعمل فيه اي حاجه، عشان مش عارفه احط الحاجات اللي فيه دي فين. ودي بقى السفره برضو لمعتها وفرشت المفرش ده اللي هو الداخلي. المفرش ده عادي يتحط عليه حاجه سخنه، يعني حله سخنه او اي حاجه. لما جيت اشتريته قال لي ان هو يستحمل الحراره يعني. حطيت عليه بقى الازاز بتاع السفره، لاني هفرش مفرش تاني دلوقتي. كنت جايبه ده مفرش داخلي ثابت كده ما بشيلهوش، والمفرش اللي انا هفرشه ده بفرشه بس لو مش هيتاكل عليه يعني او اي حاجه، انما التاني عادي بحط عليه اكل عادي. ده بقى التاني اللي هو مطرز يعني فيه تطريزه كده، وكمان يعني شفاف، فعشان كده جبت له بطانه اللي هي البيضه اللي تحتيه دي. وانا هنا كنت حاطه السفره بتاعتي قصاد النيش على طول علشان الاولاد، والنيش عندي كله ازاز لحد الاخر ازاز، فعشان عيالي ما يجوش بقى يحاولوا يفتحوه او يكسروا منه اي حاجه، علشان كده كنت حطاه قصاد النيش. بس انا هغيرها واحطها كده في الوش كده يعني على الحيطه على طول. وبعدين بقى هبقى ارجعها، يعني قلت اغير بما اني غيرت يعني ومسحت وكده، فحبيت ان انا اغير في الاساس بتاع البيت واغير حاجه من مكانها، بحيث بقى لما جوزي يجي مثلا من البيت يحس بقى بالتغيير او بحاجه جديده. كمان يعني الشكل بقى بتاع الصاله وهو كده بيفكرني باول ايام جواز،
فبحب ان انا اغير يعني مره احطها السفره كده، مره ارجعها مكانها، على حسب يعني ما بمسح والجو اللي انا يعني عايشه فيه. الاولاد مثلا دلوقتي مش بيقعدوا في الصاله كتير يعني رجعتها مثلا مكانها. دلوقتي بقى فرشت المفرش بتاع الكومودينو، وبعد كده بقى ظبطت الستاير، وطبعا فرشت السجاد. وهنا بقى كنت خلصت خلاص الصاله. انا كده بطلع من الباب بتاع اوضه الاطفال كده على الشكل ده. دي بقى اول حاجه بدات بيها زي ما قلت لكم، الكونسور ده اللي هو في وش الباب بتاع الشقه. وبعد كده بقى هندخل على الصاله. حاطه بقى هنا فيها الصالون ده، وحاطه فيها السفره، وحاطه فيها النيش. وده بقى شكلها. طبعا ملكمش دعوه بالالوانات الغريبه دي. بس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا ناويه ان انا اغير الدهانات بتاعه الشقه، بس لسه شويه. مستنيه يعني شويه كده، وبعد كده هغير الالوان والدهانات. وطبعا زي ما انتوا شفتوا اللي انا عملته هنا في الصاله، ان انا مسحتها وفرشت لمعت الخشب، يعني اللي هو الانتريه والسفره والنيش. لمعت الخشب بتاعهم. وطبعا قبل ما امسح كنت منفضه الستاير. انا الستاير دي ما غسلتهاش لاني غسلها من قريب، وكمان النيش غسلاه من جوه من قريب برضو. يعني ما كانش محتاجه الصاله فيها حاجات كتير. وطبعا هنا بعد ما بخلص كل اوضه او اخلص مثلا فرش حاجه، برش كده على المفروشات كده شويه كده من المعطر. بحس كده براحه نفسيه، وبحس ان المعطر بيثبت اكتر كده بعد النظافه. لما بتبقي منضفه كده وتحطيه تحسيه بيقعد يوم واتنين وتلاته كده. زي ما هو. ويا سلام برضو لو في بخور برضو شغلتيه، برضو بيدي كده ريحه جميله للبيت. بعد ما تخلصي وتفرشي بيتك وتخلصي كده ترويق، تشغلي كده بخوره، يا سلام. بصوا انا قاعده بقى بحفزكم وبشجعكم اهو، عشان تقولوا ان انا مش حرمكم من حاجه. قومي يلا اعملي بقى وتشجعي، واعملي بقى الحاجات اللي ناقصاكي في البيت. هنا بقى بعد ما خلصت بقى الصاله، دخلت بقى ايه، كان عندي الستاير بتاعت اوضه النوم كلها شيفون، فلما بيتغسل بيكرمش بيلكلك كده، مش عارفه ليه. وانا كمان كنت يعني غسلاهم ومطبقاهم ليهم فتره، وحطاهم في الدولاب. بس قلت خلاص بقى هفرشهم، بما اننا داخلين على الشتاء هفرشهم بالمره. تمام. انا هنا كويت بقى الستاير دي هدت حيلي فعلا. ما انصحش ابدا ان انت تجيبي الستاير الشيفوني اللي هي الخفيفه خالص دي، انها متعبه خالص في المكوى. انما في شيفون تاني يعني تقيل شويه، اللي هو الداخلي بتاعي بالنسبه لي يعني كان يعني الى حد ما يعني بيتكوي بسرعه. فلو حابه ان انت تجيبي تول مثلا او قطيفه مع تول هيكون افضل. خلص بقى مكوه الستاير دي، بعدين بقى ندخل على اوضه النوم. طبعا انا يعني خلصت الدواليب وخلصت الادراج وخلصت يعني كل حاجه محتاجه ان هي تتروق، اللي هي الحاجات الداخليه بتاعه اوضه النوم. يعني زي الشتوي بقى نزلته طبعا عشان خلاص الشتا جايه، الصيفي رفعته، بس خليت كام من حاجه كده ممكن يتلبسوا. يعني الدنيا برضو لسه ما شتتش جامد. وده بقى الدخله بتاعه اوضه النوم والمطبخ والحمام. هنا بقى بوريكم الستاير عاملاها على شكل برواز كده. وادي الستاير برضو بتاعتي زي ما قلت لكم، الدلايات موجوده بس من غير دلايات، حاساها شكلها رايقه شويه. هنسيبنا بقى كده من الصاله وهندخل بقى كده هنا على اوضه النوم. اوضه النوم يعتبر ما صورتش فيها حاجات كتير انا عملتها. يعني مثلا الدواليب اللي هي الادراج بتاعه التسريحه كانوا كتير كده والدنيا مش متظبطه كانت معايا عملتها. وهنا زي ما انتوا شفتوا كده فرشت الستاير وادراج العسكري ده وادراج التسريحه كلهم كده مسكتهم، والكوميدينات برضو مسكتهم كده ورتبتهم تاني من الاول علشان كانوا متدربكين شويه. وفرشت برضو السجاد اللي هو ده بتاع اوضه النوم. برضو يعني ما غسلتهوش لانه كان نظيف الى حد ما، يعني نظيف وكويس، فما غسلتهوش. فرشت برضو المفرش الشتوي ده بتاع السرير، ده المفرش الكامل اللي هو بدوستين وبالخدوديات وبالمخدة بتاعته، وكمان معاه شبشب كده، شبشب قطيفة كده بتاع يعني شتوي. بس انا هنا مش فرشة الدواسات بتاعته. برضو الستارة دي بتاعة التاج كويتها وعلقتها، والمفارش برضو بتاعة الكوميدينات والتسريحة والعسكري برضو غسلتهم وفرشتهم. المفارش البيضة دي جايبة اتنين كده كوميدينات وواحدة تسريحة، هو بيجي طقم كده مع بعضه، وطقمت عليهم المفرش بتاع العسكري نفس التطريز بتاع المفارش بتاعة الكومودينو والتسريحة. وده بقى المبرد لمعته. طبعا لمعت كل الخشب بتاع الأوضة اللي هو السرير والدولاب والكومودينات والتسريحة، وكل الحاجات دي لمعتها، والمرايات وكل الكلام ده لمعته. وبرده المراوح بتاعة البيت كلها لمعتها لانها كانت متطربة جدا جدا، لان انا مش بغطيها بكفرات ولا اي حاجة في الشتاء، انا بسيبها فلازم اسيبها تبقى نظيفة يعني. وبرده اكباس النور بتاعة البيت كله كده عملتها كده بحتة مندية بمية كده بكلور. الكلور بيطلع اي اتساخات كده في الاكباس والكلام ده. ممكن بس تحطي لها حته كلور كده وتلمعي بيها هتلاقيها بصوا نورت كده الاكباس بتاعه البيت كلها.
هتلاقيها نورت ولمعت كده، وحتى لو متسخه جدا هتلاقيها لمعت وبقت نظيفه. برضو التكييف البلاستيكيه اللي بتبقى جوه التكييف دي طلعتها وغسلتها، اللي هي بيبقى فيها سلك دي طلعتها وغسلتها لان خلاص طبعا مش هنستخدمه تاني. وبرضو الديب فريزر هنا انا حاطاه هنا عشان ملوش مكان في حته تانية. فبرضو نظمته ورتبته على اساس ان انا خلاص يعني همسح. يعني الكلام ده عملته قبل المسح. طبعا انا يعني ما قدرتش ان انا اصور لكم كل حاجه كده عملتها هنا في الاوضه دي، لان كنت خلاص مستعجله وعايزه اخلص بدري، عايزه انجز كده واخلص. لان التوستير بياخد وقت مني جامد. خلصت بقى كده بسرعه بسرعه وملحقتش يعني ان انا اصور الصراحه هنا، لان الصراحه كنت عايزه اخلص بقى وافرش، لاني كنت خلاص تعبت وزهقت. ولو تلاحظوا بقى هنا ان انا مش حاطه اي حاجه خالص كده على التسريحه، انا بحبها كده فاضيه ما فيهاش اي حاجه. وزي ما انتم شايفين كده الازاز بتاع التسريحه مكسور، اتكسر وعورني في صباعي. انا عامله هنا ادراج كتيره للتسريحه علشان احط فيها كل حاجاتي، مكياج بقى وتوك وكل حاجه. مش بخلي حاجه على التسريحه خالص ولا اي حاجه، ولا برفانات ولا اي حاجه خالص، كل حاجه في الادراج. انا عامله التسريحه بتاعتي مخصوص فيها ادراج كتير، لان الحاجات دي بتعمل لي دربكه كده لما بشوفها يعني على التسريحه، على الوش بتاع التسريحه. وكمان بقى العيال لو في حاجة على التسريحة بتلاقيهم كده عايزين يجيبوها ويبهدلوها، فانا كده بحب ان انا اشيل كل حاجة كده بعيد عن عيونهم افضل. خلصت انا بقى كده هنا اوضه النوم، خلصتها كده خلاص. هنطلع بقى هندخل كده اول حاجة في الوش كده الحمام، ويميني بقى المطبخ. هندخل بقى كده على الحمام. في الجردل ده بقى بتاع الحمام هحط بقى فيه حبة كلور الابيض ده والكلوركس الابيض، وهحط معاه كمان حبة كده من الصابون السائل، وهحط معاهم كمان حبة جنرال مع شوية مية بقى. ودول بقى اللي انا هشتغل بيهم بقى، هدعك بيهم الحيطان. لو انتي حيطانك بيضة او الحاجات اللي انتي عندك في الحمام فاتحة، الكلور بيخلي لك الحاجات او صدى او في اي حاجه كده في الحمام، حتى لو الحوض او القعده اعزكم الله يعني او البانيو، الحاجات دي برضو بغسلها بالكلور والصابون السائل. اكتر حاجتين دول مهمين خالص للحمام يعني بالنسبه لي. منها تنظيف وبينظف يعني حلو، ومنها برضو تعقيم برضو. وعايزه اقول لكم برضو على حاجه يعني تخلي بالك منها لو انتي عروسه مثلا ولسه بتختاري بقى السيراميك بتاع الحمام، او مثلا انتي هتعزلي بقى وهتعملي بقى الحمام بتاعك، حاولي تعملي الحيطان بتاعتك يعني تكون يعني لا هي فاتحه ولا هي غامقه. يعني انا عندي احمر غامق في ابيض، فالموضوع ده بالنسبه لي حاجه متعبه جدا، لان الاحمر بحس ان هو بيجير كده وبيبان عليه كده على طول حاجه كده طبقه زي الجير كده من البخار بتاع الحمام، فبيجير بحس ان هو بيبان فيه التجيره دي. وحاولي برضو تجيبي السطح كده بتاع السيراميكا يكون ناعم كده واملس عشان تعرفي تغسليه ويدعك معاكي بسهوله، لان اللي هو بيكون يعني بارز وكده وفيه بروز زي ده لما باجي ادعكه بالسلكه بيتعبني جدا، لانه بيبقى فيه تعريجات كده وبروز، يعني مش بينضف بسهوله كده معاكي. انما لو السطح بتاعها املس بتاع السيراميكا بتنضف معاكي بسرعه، ومش بتحسي ان هي يعني صعبه معاكي. طبعا انا بحاول ان انا اعمل الحاجات دي اول باول علشان ما تتراكمش عليا، لان هي لو مثلا سبتها فتره طويله بحس ان هي صعبه معايا جدا. تمام. هنا بقى خلصت بقى الحوض وغسلته كويس خالص، وفوق الحوض والحاجات يعني اللي فوق الحوض. وهنا برضو بغسل القعده عزكم الله يعني. بغسلها بالباور بتاع ماي واي. طبعا في شركات كتيره جدا غير برضو ماي واي للباور. برضو في فلاش، بس انا مش كنت في الاول بستخدم فلاش وبطلت الفلاش ده وبقيت بستخدم الباور. بسيبه بس كده 5 دقايق على القعده، وبعدين بدعكها بتنضف معايا خالص، ومش بحتاج مثلا ندعكها بسلكه ولا اي حاجه، بغسلها بالفرشه بتاعه القعده. وهنا بقى نزلت الارفف دي بتاعه المنظفات وبتاعه الشاورات والحاجات دي نزلتها وهغسلها برضو. هنا بقى نزلت الستاره بتاعه الحمام، الستاره بتاعه الشباك، يعني انا حاطه ستاره على البانيو وستاره على الشباك، نزلتهم كده وغسلتهم بقى في البانيو. طبعا انا دعكت البانيو برضو قبلها، ودعكت الحيطان فوقيه، ودعكت كل حاجه كده. هغسلها بقى بحبه صابون سائل وحبه دوني. الدوني ده انا عاملاه في البيت، مش مشترياه يعني جاهز وكده، فبستخدمه في حاجات كتيره خالص، بينفعني في الغسيل وبينفعني مثلا لو عايزاه معطر لحاجه، لو عايزه اغسل بيه اي حاجه بعمله بيها. مش مشترياه يعني جاهز، انا عامله منه كميات، وكنت في الاول بعمل وبيع. بعمله بعجينه سوفت، مش اللي هي العبوات الجاهزه، لا بعمله بعجينه سوفت اوفر بكتير، وكمان يعني بيديني كميه حلوه، يعني بيعملها 15 لتر. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هعمل لكم فيديو بطريقته، لان هو اصلا كده كده خلص من عندي، فانا هجيب يعني وهعمل. خلصت بقى دعك الحمام والحيطان والحاجات دي كلها، وبعد كده برضو عملت الارضيات برضو في الفرشه، وبعد كده مسحتها بالكلور والجنرال والصابون السائل. وهنا بقى كنت علقت الستاير، علقتها يعني عادي مبلوله.
هتتصفى عادي وهي يعني متعلقة. هي خامتها بلاستيك كده في الضهر والحتة اللي من فوق دي قماش كده خفيف شفاف. هاعمل الستارة، وهنا برضو كنت رصيت بقى المنظفات بتاعتي، وطبعا بعد ما غسلت بقى تحتهم. وهنا بقى كان خلاص الحمام بتاعي خلص بقى ونضف معايا خالص. بعد بقى ما خلصت الحمام هدخل بقى كده على المطبخ، هعمل فيه شوية حاجات كده يعني ما يريح النظر، حتى لان انا لسه هعمل ترويقة يعني عميقة كده للمطبخ من جوه المطبخ وكده. غسلت بقى البوتاجاز وغسلت الرخامة، الترويق العادي يعني بتاع المطبخ. يعني مسحت الرخامة ومسحت الترابيزة اللي هي بتاعة الحوض غسلتها. همسح بقى كده المطبخ. غسلت برضو البوتاجاز. التلاجة برضو لسه يعني هعملها كده في وقت تاني كده في هدوء قبل الشتا طبعا. حاول ان انا اغسلها قبل الشتا عشان لما تدخل الشتا بقى الدنيا بتبقى ساقعة اصلا، والواحد يعني مش مستحمل بقى يغسل تلاجات ويمسح والكلام ده، يعني بيبقى صعب بالنسبة لنا، يعني المسح ده بقى كل فين وفين في الشتا طبعا يعني بالمحافظة. هنا بقى انا مسحت المطبخ، وبعد كده بقى هنشفه كده خالص وهمسح وهفرشه. هفرش بقى السجاد، وطبعا انا عامله البلكونات برضو يعني مسحاهم بالخرطوم، وكده بقى اكون يعني خلصت بقى كده كل البيت بتاعي. بس فاضل المطبخ يعني من جوه، يعني التنظيفه بتاعته العميقه دي. وبرضو هغسل السجاده عشان برضو محتاجه ان هي تتغسل. اي نعم هي مش مدعوكه قوي، بس انا هغسلها يعني قبل الشتا كده، وانا بغسل التلاجة يعني والمطبخ هبقى اغسلها ان شاء الله. بس كده لو وصلتوا لهنا بقى وعجبكم الفيديو متنسوش بقى تشجعوني بلايك وكومنت حلو منكم. هيفرحني وهيسعدني جدا وهيديني طاقه ايجابيه كمان اعمل لكم فيديوهات اكتر او روتينات اكتر. شكرا جدا جدا الناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوه، وشكرا برضو على الناس اللي هي متابعيني وكمان يعني بتثق فيا وفي حاجاتي وبتطلب مني اوردرات. انا مش ناسياكم والله، يعني انا في ناس طالبه مني ان اعمل لها اوردر منين، وفي ناس تاني برضو عايزين نعمل لهم تورته. طبعا ده يعني شيء بيساعدني ان انتوا بتثقوا في حاجتي وبتثقوا في شغلي. انا عارفه برضو ان انا يعني اتاخرت عليكم كتير، بس غصب عني والله، ايديكم كنتوا يعني شايفين البيت كان ايه وبقى ايه، فطبعا كل ده بياخد مني وقت ومجهود كتير. فسامحوني بقى اذا كنت اتاخرت عليكم في عمل الاوردرات دي، وان شاء الله باذن الله هتلاقوا الحاجات دي عندي على القناه، هصورهم ان شاء الله وهنزلهم الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ولو لسه بقى ما اشتركتيش عندي في القناه واول مره بتشوفيني، هيشرفني طبعا وهيسعدني طبعا وجودك معايا. وجودكم معايا شيء بيسعدني وبيفرحني جدا. نفسي قناتي يكبر بيكم، وربنا يعني يا رب يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. يلا بقى اشتركي بقى عندي وفعلي الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وعشان تنضمي لعيلتنا الجميلة وتبقي اخت من اخواتنا. وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وشكرا جدا ليكم. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، اشوفكم بقى في فيديوهات الجديدة اللي جاية. السلام عليكم.